بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الآن في مخيم قبيلة آل سليم، القبيلة العزيزة التي لها مواقف في الماضي وفي الحاضر، وهذه من مواقفها الطيبة. الآن مع الوالد والشيخ عبد الله بن أحمد بن دسمة، فليتفضل يقول كلمة في هذا الموقف، وجه كلمته المانع، عسى الله يعينه إن شاء الله. صلوا على رسول الله. الدنيا وذن ما تخلي أحد، والدنيا الله يكفي شرها. الدنيا غبراء وما فيها غبر إلا عمل البر والتقوى. فما قفنا هذا الأمر اللي صار علم حكمها الله، علم حكمها الله. الأمر اللي صار علم حكمها الله، ولا يكون شيء في الكون إلا قد كبه رب العالمين. وقال صار رجال تبلى بهالمقردة، وهذا ذنب ما حد برج فيه، لكن الشيطان برج فيه مع اللي تصافقوا فيه. وحكمة الله تغلب كل شيء. ومثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول الأخ مانع الله يحفظه ويطول عمره ويستر عليه ويسهل عليه. عفوا هذا الرقاب الحاينة في ذنبها عليها، ما عاد عفوها ما يجي ذنبها عليها. واللي ما يقص في الدنيا يقص في الآخرة. ونود انه يقابل القبائل ويعطي ما في خاطره، وحنا دارين باللي في خاطره. يبغى قصاص في عياله، ولكن العفو افضل له، العفو افضل له. مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اياكم النميمه انها المصيبه العظيمه، واياك الحسد انه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، واياك العفو ان العفو قريب من الله وقريب من رحمته وبعيد من العذاب، واياك السخاء ان السخاء قريب من الله وقريب من رحمته وبعيد من النار، واياك البخل والجفاء والنميمه فانها المصيبه العظيمه. فان الله جل جلاله يحيي الانسان الى ما يطلب فيه، الى ما يطلب فيه في يوم من الايام. فانت يا اخ مانع نباك تلتهم الله جل جلاله، وتلتهم الرحمه، وتلتهم بالعفو، وانك تعود الى قبائلك في الذنب اللي حكمها الله على عيالك. فإذا عفيت فانك تدخل الجنه، ومن عفيت عنه في ذنبه على جنبه، والله ربنا وربه. وانت يا طويل العمر رجال يا من ذا اللي تشوف وقحطان والدواسر وشمر وعنزه ورجال الخليج العربي كله، تنظر الله ثم ينظرك. ما ودنا يصلحون من ذا المكان الا وهم يدعون لك ما يدعون عليك. لا تدبر يا ابن الاجواد، قابلهم وعطف اللي في خاطرك. فإن عينت على قصاص عيالك فلا عليك جبريه، وان عفيت انت بهذا طبع المحسنين اصحاب الجنه والصراط المستقيم حسب وصاة رسول الله صلى الله عليه واله.